GPT-5 نزل حالا، ودي بداية عهد ذكاء اصطناعي يشبه إلى حد كبير ذكاء الإنسان. اللي فات كوم واللي جايكم تاني. شركة اوبن اي اي والمالكة لتشات جي بي تي أعلنت دلوقتي على النموذج المطور وأحدث نموذج عندها جي بي تي 5، ومتاح لكل المستخدمين المجاني والمدفوع. المدفوع دلوقتي في الباقة البرو اللي هي كانت بتبقى تقريبا ب $200 في الشهر هيبقى غير محدود تماما في الاستخدام. ولكن كمان الباقة المجانية بقت استخدامها أكبر بكتير وأعمق بكتير ومميزات أعلى والوقت أطول. دي بالنسبة للمميزات. نيجي لأكتر حاجات مبهرة في الابديت الجديد لجي بي تي 5 ودوت اللي بجد بيغير اللعبة. إنه دلوقتي بقى أذكى، بقى بيختار بنفسه إزاي يرد عليك بأنسب رد ليك. أذكى، أسرع، أدق. بحيث ان انت لما بتساله اي سؤال في دراستك، اي سؤال في اي حاجه، في البرمجه، في الدراسه، في الفن، في اي حاجه انت بتساله فيها، هو بيختار اسرع رد او ادق رد تفصيلي يرد عليك بيه. فما عادش الرد عشوائي زي الاول، عاد الرد ادق واكتر اقرب لردود الانسان اللي فيها تدبير وبعقل اكبر. ده من ناحيه التفكير او الثينكينج بتاعه او طريقه التفكير بتاعته. يعني بيختار طريقه التشين اوف ثوت او الفاست ريسبونس، بناء هو اللي بيحدد انت محتاج انهي واحده فيهم، فبالتالي بيرد عليك بيها. النموذج ده بيحل مسائل رياضيه وحاجات برمجه وافكار وتفكير منطقي باقرب حاجه لتفكير الانسان العبقري كمان، مش الانسان الطبيعي. فنموذج بيغير اللعبه بشكل كامل. وكمان دلوقتي بقى فيه انتجريشن مع مايكروسوفت، يعني دلوقتي هنشوف تشات جي بي تي تلقائيا بيندمج مع وورد واكسل وباوربوينت من غير ادوات. يعني انت دلوقتي هتحتاج تستخدمه، هتعرف تستخدمه مع وورد واكسل وباوربوينت ومع كل حاجات الاوفيس ومع كل برامج مايكروسوفت انتجريتد مع كوبايلوت مع حاجات كتير. فبقى في شبه تداوم ما بين تشات جي بي تي وما بين مايكروسوفت، ودي خطوه عبقريه من الشركتين. وكمان نسبه التخيلات او الهلوسينيشنز قلت جدا. نسبه التخيلات قبل كده كانت كبيره، كان ساعات هو بيطلع بره السياق اللي انت بتتكلم فيه بتخيلات. قلت جدا وبقت اكتر للمنطق وعبقريه جدا. والاول مره اوبن اي اي مع جي بي تي 5 بتتيح نسخه محدوده لكل الناس. يعني حتى دلوقتي النسخه المجانيه عادت متاح عليها الجي بي تي 5، بامكانيات اقل شويه او بنسخه محدوده بس بنفس امكانيات النسخه المدفوعه. النسخه المدفوعه بتاخدها غير محدوده. جي بي تي 5 بيغير اللعبه. دلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى أقرب كتير لذكاء الإنسان، والتطور ما بينتهيش كل يوم. ودي حاجة جديدة على البشر، جديدة تماما. هل داخلين لتطور بشري محدش شافه قبل كده، ولا الحاجة خطر على البشرية؟ هنشوف. وإيه كمان